السلام عليكم، ازيكم؟ النهاردة حبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم في موضوع. بجد زعلت قوي لما عرفته، وحبيت ان انا اتكلم معاكم فيه واوجه فيه كلمة لناس معينة. وبعتذر الاول عن صوتي لان صوتي تعبان وانا بتكلم بالعافية، فياريت تستحملوني. النهاردة هتكلم معاكم عن شاب تيك توكر اسمه شريف نصار. يعني ايه تيك توكر؟ يعني شاب صانع محتوى، بيصور فيديوهات زي ما انا بصور فيديوهات كده وبنشرها على التيك توك او الفيسبوك. وعايزة اقول لكم حاجة، مش كل الناس اللي بتصور فيديوهات او بتشير فيديوهات بتدور على ان هي تاخد فلوس من الفيديوهات دي او بتدور على المشاهدات. في ناس بتصور الفيديوهات دي لمجرد ان هي بتشغل وقت فراغها مش اكتر، زي ما انا عملت كده. انا كل الحكاية ان انا عندي وقت فراغ، حبيت ان انا اشغله وانا جوه بيتي من غير ما التم على حد، من غير ما اقعد مع واحدة، من غير ما اجيب سيرة حد، من غير ما اذي حد. بعمل حاجة بشغل بها وقتي وانا في بيتي من غير ما بأذي حد. الراجل عمل نفس الموضوع. الراجل عنده ظروف صعبة جدا، مر بأزمات نفسية كبيرة جدا، عنده إحساس كبير جدا بالوحدة. راجل كان عايش لوحده ومعهوش حد، حب يشغل وقت فراغه، حب يتخلص من إحساس الوحدة اللي هو عايش فيه بإنه يصور فيديوهات بيشغل وقته، مش أكتر من كده. الفيديوهات بتاعته أنا دخلت شفتها، فيديوهات راقية وفيديوهات محترمة وفيديوهات هادفة. كل الحكاية إن هو كان طريقة تقديمه في الفيديوهات أو طريقة كلامه مش عجبت بعض الناس. مش عجبك الفيديوهات بتاعته مش تتابعه. الناس بدأت تتنمر عليه ومسكوه تريقة في التعليقات، وعملوا كمان عليه فيديوهات تريقوا عليه وتنمروا عليه. الراجل أصيب بحالة نفسية سيئة جدا وتوفاه الله على أثرها. الراجل مات محصور على نفسه من تريقة الناس عليه. وأنا شفت له آخر فيديو صوره، كان طالع فيه بيحسبن على كل الناس اللي بتتريق عليه. يعني أنا مش قادرة أقول عليكم ناس، انتم مش بشر. الناس اللي بتتنمر، الناس اللي بتقعد تتريق على غيرها، الناس اللي بتجرح غيرها، الناس اللي ما بتراعيش شعور اللي قدامها. وحياة ربنا انتم ما بشر، حرام يتقال عليكم بشر. انتم ناس لا أخلاق ولا دين ولا تربية ولا إحساس. انتوا ناس عديمة الإحساس بجد. قبل ما تجرح غيرك بكلمة وقبل ما تتنمر على غيرك، شوف اللي انت هتعمله ده في اللي قدامك هتقبله على نفسك ولا لا. شوف انت الطريقة اللي انت بتتكلم بيها على الشخص اللي قدامك وبتهينه وبتجرحه. اصحى الصبح النهارده الاقي فيديوهاتي كلها متشيره على جروبات بالملايين في الفيسبوك على فكره، وتنمر وتريقه وتطاول اللي انا مش لاقي له مبرر الصراحه. على فكره تاذي نفسيتي، تاذي نفسيتي. هتقبل انك تتعامل بيها ولا لا؟ ازاي توصلوا الراجل ان هو يموت؟ حالات كتير زي كده بتحصل بسبب التنمر. اتقوا الله في بعضيكم، اتقوا الله وخافوا ربنا، واعرفوا ان الناس لا تكب على وجوهها في جهنم الا من حصائد ألسنتهم. لسانك هيدخلك جهنم مجرور كده على وشك ان شاء الله. مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مؤذي، سواء بفعل سواء بكلمة. اتقوا الله في بعضيكم. شاب في مقتبل عمره مات من الحسرة على نفسه بسبب تريقتكم عليه. ارتقوا يا جماعة، ارتقوا بأخلاقكم، ارتقوا بأخلاقكم والتزموا بتعاليم دينكم
الدين المعاملة، الدين اسمه الدين المعاملة. دينك بتفسره او مش عارفه اقول، بتطبقه في تعاملك مع الناس. دينك بيتطبق في تعاملك مع الناس. الدين المعامله. مش كفايه عليا ان انا اصلي واصوم واحج واقول قال الله وقال الرسول والحلال والحرام، وما بطبقش ده في افعالي مع الناس، ما بطبقش ده في افعالي مع الناس اللي حواليا. الدين المعامله. ارتقوا باخلاقكم والتزموا بتعليم دينكم يا جماعه. أنا مش هقول أكتر من كده. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مؤذي. مع السلامة.